وسهلا بيكم. انا احمد الابيض، وانا جاي اتكلم النهارده عن ازاي ابني علاقه صحيه مع اي شخص قدامي او اي شخص حواليا. انا حابب ابني علاقه معاه، ان كانت صاحبي، صاحبتي، مراتي، بنت معايا في الشغل، بنت معايا في النادي، في اي حته. ازاي اقدر ابني علاقه صحيه مع الشخص اللي قدامي؟ وتعريف العلاقه الصحيه اللي هي مبنيه على مبدأ ان انا بتصرف مع الشخص اللي قدامي على اساس مبادئ. طب ازاي اتصرف مع الشخص اللي قدامي على اساس مبادئ؟ ان انا ما اتصرفش العكس بتاعها بقى، ان انا ما اتصرفش على اساس عيب. طيب، معظم الناس اللي بتبني علاقات مش صحية، اللي هي علاقات ليها وقت معين، وقت شهر شهرين وبعد كده العلاقة تنفصل. علاقة زي كده علاقة غير صحية. طب ليه الناس او العلاقة دي ابتدت ان هي تقرب من بعض؟ على اساس عيوب عشان على اساس عيوب آه، عرفوا بعض على اساس عيوب، فالعلاقة ما كملتش، فابتدت العلاقة تنفصل. طيب انا عايز ابني علاقة مع الشخص اللي قدامي تدوم وتفضل لوقت طويل، ف وما يحصلش فيها تأثير مع الوقت. نبقى عارفين انه العلاقه ديت، نبقى عارفين ان كان صاحب وصاحب، يعني واحد صاحبك، واحده صاحبتك، واحد صاحبك او جوزك، او واحد مراتك يعني، او والدك، والدتك، اخوك، اختك. ازاي ابني علاقه صحيه معاه، علاقه طويله معاه، علاقه طويله مع صاحبي؟ ازاي ابني علاقه طويله مع صاحبي؟ نبقى عارفين انه هيبقى في ايام هيبقى هنعلى على بعض، في ايام هتبقى الحياه ماشيه وسلسه والكلام ده. ازاي نقدر ان احنا نتعدى الاوقات الصعبه في العلاقه ديت عشان نقدر ان احنا نكمل في الوقت دوت. بس في الاول محتاج ان انا ابني العلاقه ديت على اساس مبادئ. طيب، الناس اللي زي ما قلت لك اللي بتبني علاقات على اساس عيوب، هي العلاقات اللي بتنفصل بسرعه. طب ازاي ما ابنيش علاقتي على اساس عيوب؟ العيوب ديت، تعريف العيوب ديت هي عدم امانات. يعني ايه عدم امانات؟ يعني عدم، زي مثال مثلا من عدم امان، عدم امان مادي، ده الامثله. عدم امان معنوي، عدم امان عاطفي، عدم امان جنسي، عدم امان اجتماعي. كل شرح كل واحده فيهم هي بتشرح نفسها. عدم امان عاطفي، ان انا باخد عاطفه من الشخص اللي قدامي، يا حبيبي، حياتي، سلام يا بيبي، كل الكلام دوت، ده عاطفة أنا بحس بيها أو بتملاني لما ببتدي أكلم الشخص دوت، أو لما ببتدي أتحدث مع الشخص دوت، أو أتواصل مع الشخص دوت. فدي حاجة بتملاني، وده عيب. لو أنا ماشي ورا العيب دوت، العدم أمان عاطفي دوت، وبين العلاقة على الأساس دوت، يبقى دي علاقة مبنية على أساس عيب مش على أساس مبدأ. عدم أمان اجتماعي، انا بعرف الشخص اللي قدامي دوت عشان هو اجتماعيا مقبول، فانا عايز ابقى مقبول زيه، فببتدي ان انا اتعرف عليه، وابتدي ان انا اخش في وسط مجتمع بتاعه، ابتدي ان انا اتقرب منه، ابتدي ان انا ابني علاقه معاه. فلو ابتديت ابني علاقه على العيب دوت، العدم امان اجتماعي دوت، فالعلاقه ديت مبنيه على عيب مش مبنيه على مبدأ. فالعلاقه دي عمر الافتراضي بتاعها قصير، وهيبقى فيها مشاكل، هتبقى علاقة غير صحية يعني. فأنا في الفيديو دوت اللي هو ازاي ابني علاقة صحية، وانا مش محتاج ان انا ابني علاقة غير صحية، انا محتاج ان انا ابني علاقة صحية عشان حالتي النفسية، وعشان حياتي الشخصية تبقى مستقرة، في حالة مستقرة. نكمل عيوب. العيب مثلا زي عدم امان مادي، فالشخص اللي قدامي دوت بيملاني ماديا، هو ماديا اعلى مني، فانا ببتدي اتعرف عليه وابتدي اقرب منه عشان آه، ابقى حابب ان انا اوصل ليه ماديا، او حابب ان انا يساعدني ماديا، او اي حاجه ليها علاقه بالماده. مش بس الفلوس، ماده في اي حاجه ملموسه يعني. وعنده عربيه معينه، عنده شقه معينه، عنده مكان معين، فانا بتعرف عليه عشان اروح معاه الساحل، بتعرف عليه عشان اسافر معاه، بتعرف عليه عشان معاه فلوس، بتعرف عليه عشان معاه عربيه.
كل الكلام ده مبني على اساس عيب اللي هو عدم امان مادي. فانا مش محتاج ابني علاقه غير صحيه مع الشخص اللي قدامي، محتاج ابني علاقه صحيه على اساس مبدأ. يعني ايه على اساس مبدأ؟ يعني عكس ان انا ما اتصرفش على اساس العيب وكذلك العيوب التانية، في عيوب تانية غير العدم امانات انه زي مثلا كبرياء، ان انا بتصرف مع الشخص اللي قدامي عشان بيملى كبريائي. لما بعامله بالشكل بتاعي ان انا بتعامل معاه، فببتدي ان انا احس ان انا كبير، ان انا عظيم، ان انا جامد. فده بيملاني هو ده الدافع بتاعي ان انا اتعرف على الشخص ده. احس ان هو قليل فانا احس ان انا كبير، فبتعامل على اساس الكبرياء في العكس بتاع الكبرياء ان انا بحس ان انا قليل، فبتعامل مع شخص انا حاسس ان هو كبير عشان احس ان انا كبير. فدي على اساس دونية، برضو ده عيب وده عيب. انا مش محتاج ان انا اتعامل على اساسه في ان انا اعرف الشخص اللي قدامي عشان ابني علاقة صحية معاه. ف ده توضيح ازاي ابني علاقة صحية مع الشخص اللي قدامي، ان انا مبنيهاش على اساس العيب اللي همشي وراه. يبقى ممشيش ورا العيب اللي اتشرحت في الفيديو عشان ابني علاقة صحية. فشكرا ان انت سمعتني، واتمنى اكون فدتك، واشوفك الفيديو اللي جاي.